بيان إلى الرأي العام: في اعتداء دامي تم تنفيذ هجوم إرهابي في قلب العاصمة الفرنسية باريس استهدف الشعب الكردي، وقد نفذ هذا الهجوم رجل فرنسي في العقد السادس من العمر عن طريق إطلاق الرصاص ظهر يوم الجمعة أمام مركز الجمعية الثقافية الكردية. وكان نتيجة هذا الهجوم استشهاد 3 من أبناء الشعب الكردي وجرح 3 آخرين، 2 منهم في حالة حرجة. ليتبين فيما بعد أن منفذ الهجوم مجرم بامتياز وله سوابق في الإجرام، وقد سبق أن قام بتنفيذ هجوم عنصري على مركز المهاجرين في العام الماضي، وتم إطلاق سراحه بعد عام من سجنه، وخرج قبل 10 أيام من المفترض أن يكون تحت المراقبة القضائية. إن هذا العمل هو عمل إرهابي جبان مدان بكل المقاييس، وهذا العمل هو عمل منظم ومخطط له من قبل جهات معادية للشعب الكردي، ألا وهي حكومة أردوغان الفاشية. هذا العمل يعيد إلى أذهاننا المجزرة المروعة التي ارتكبت في 9 كانون الثاني عام 2013، والتي أدت إلى استشهاد 3 من المناضلات الكرديات، وهن ساكينة جانسيس، فيدان دوغان، ليلى شيلمز. إننا اليوم ندين وبشدة هذه المجزرة المروعة التي ارتكبت بحق شعبنا الكردي في العاصمة الفرنسية باريس، وندعو الحكومة الفرنسية إلى تحقيق العدالة، وذلك عن طريق إجراء التحقيقات وإظهار من يقف وراء هذا العمل الإرهابي، بالإضافة إلى إظهار نتيجة التحقيقات وراء جريمة اغتيال المناضلات ال3، وأن يتم إظهارها بكل صراحة وشفافية أمام شعبها وأمام الشعب الكردي وإعلانها للرأي العام. فاليوم يتعرض شعبنا للإرهاب، وأبنائنا هم من حاربوا الإرهاب وقدموا في سبيل ذلك آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى في سبيل دحرها والقضاء عليها. كما نتوجه إلى عوائل الشهداء بأحر التعازي وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدين تماسكنا بثوابتنا بقيم الديمقراطية والحرية وأخوة الشعوب. المجد والخلود للشهداء، والخزي والعار للفاشية التركية وأعداء الشعوب. مجلس مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة 24/12/2022. شهيد نامرين، شهيد نامرين، شهيد نامرين، شهيد نامرين، شهيد نامرين.